بعد كأس الأمم الأفريقية هل وصلتك عروض ولا أنت مستمر مع رايو فايكانو؟ الحقيقة حصل مع مدير أعمالي إن في بعض الكلام إن في بعض الفرق طلبت انضمامي ليهم. أسألك سؤال خيالي شوية. هل تتابع الدوري المصري؟ لو بتتابع الدوري المصري هل تحب إنك تلعب في الدوري المصري في المستقبل؟ ده سؤال صعب يا كريم، ولكن طبعا أنا أسمع عن الدوري المصري كويس جدا، وأنا تابعت بعض ماتشات الدوري المصري. في فريقين قويين جدا، بدون ذكر اسماء بس هم معروفين عالميا. وفي فريق كبير وهو لون التيشيرت بتاعه احمر، وفريق تاني مرسوم على اللوجو بتاعه اهرامات. فانا مش هقول اسماء، ولكن دي من الانديات اللي الواحد ممكن يلعب فيها، ولكن الاحمر دايما بيليق عليا زي ما انا لابس دلوقتي. وافتكر ان انا ممكن لو فكرت ان انا العب في الدوري المصري هلعب بالتيشيرت الاحمر بالطبع. يعني انا مش حابب ازعل اي حد مني، ولكن انا بكلمك دلوقتي بصفتي حد مش لعيب كوره. كل واحد ليه تفكيره وكل واحد ليه انتمائه الخاص بيه، ولكن الفريق اللي مسمع جدا في مصر واللي انا اتمنى ان في يوم من الايام انضمامي ليه هو هيكون الفريق الاحمر. حلو. الفريق الاحمر ده اللي هو بين قوسين النادي الاهلي، انا بقول الاسم اهو، بين قوسين النادي الاهلي ارسل ليك عرض في الوقت الحالي. تحب تلعب معاه في الوقت الحالي، يعني تلعب معاه مثلا بنهايه الموسم لو ارسل لك عرض، ولا انت شايف انه ده ممكن يحصل في مستقبل بعيد مش مستقبل قريب؟ الحقيقة يعني هو الوضع برضو مختلف، بس أنا أتمنى أكون في مصر في أقرب وقت. لأن برضو هيبقى ليا خبرة كويسة جدا. المنتخبات المصرية بتقدم لعيبة محترمة، وأي لعيب بيتمنى إن هو يضيف في السي في بتاعه حاجات مختلفة. وطبعا إن أنا أعيش في مصر دي حاجة كبيرة جدا، مش بس إن أنا انضم لفريق مصري. إحنا بنتكلم عن مصر، فده حلم اي حد في زياره. فمتخيل بقى ان انا كمان العب هناك، يعني في الفريق اللي انا بتمناه.